هذا الكلام بيصير لما هن بيفهموا بالاصول، يروحوا يغسلوا عارهم بعدين يحكوا بالاصول. ولا تزر وازرة وزر أخرى يا أبو فهد. عمي أنا زعيم الحارة، وأنا اللي بقول شو بيصير وشو ما بيصير. الولد بده يضل عايش عندي يربى مع عمه، وابنه عز الدين بده يطلع بنتي غصبا عنه، وهذا آخر كلام عندي. طيب مبدئيا هلا خلي يشوف ابنه، ولا بينما نشوف شو ممكن نعمل. يا سيدي ما رح خليه يشوفه. شو يعني؟ ما شاف ابنه كام يوم؟ أنا ابني يا الطاهر ما عاد شوفه دايم دوم. مرحبا يا مدام. مين؟ اهلا وسهلا. والله انك بنت حلال. تسلمي يا نعمة خالو. منيح اللي اجيتي لحالك، حاكم حابه هيك احكي معك كلمتين على انفراد. خير ان شاء الله. شو في؟ يعني قلت لحالي اكيد زمرد خانم بتكون حكت لك عني حكي ما منيح، حكم هي ما بتحب النوم. يعني بصراحة في هيك شيء، بس أنا لما شفتك قلت مستحيل تكوني أنت هيك. لك لك اللي بيعرف واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. طيب احكي لي أنت شو الحقيقة. صدقيني قد ما عم شوف مشاكل قدامي صرت مشتهية أعرف شو الحقيقة. أنا رح أقول لك الحقيقة، ورح أحكي لك لمقوصة خاتون شو عملت فينا كلنا. اسمعي،